الزوجة دي كانت خارجة من شغلها، اتفاجئت ان جوزها واقف مستنيها ومعاه واحدة ست، وهو بيكلم الست دي وبيقول لها انا دلوقتي هاخد العربية من مراتي وهفسحك فسحة حلوة جدا. فمراته كانت نازلة على السلم وما سمعتش الكلام ده كله. اول ما شافته قالت له مش تعرفني انك جاي؟ كنت نزلت من بدري. قال لها مش مشكلة، عاوز اعرفك على زميلتي، دي زميلتي في الشغل. مراته بتمد ايديها علشان تسلم على زميلته، سلمت عليها كده بطراطيف صوابعها. فمراته اتفاجئت من رد الفعل، هو احرج جدا، فقال لها العربية معاكي؟ قالت له ايوه العربية معايا. قال لها طيب يلا بينا علشان اوصلك لاني محتاج العربية بعد كده. ولا في اي اهتمام لمراته ولا لزعل مراته، وهو وزميلته ماشيين بيوشوشها بصوت واطي، بيقول لها تحبي اكلك ايه النهارده؟ هنتغدى مع بعض. للاسف مراته سامعه كل كلمه بس ما عملتش اي رد فعل. اول ما وصلوا عند العربيه، مراته بتفتح باب العربيه علشان تركب جنب جوزها من قدام عادي جدا يعني. زقها وقال لها انت هتركبي فين؟ اقعدي ورا. وعزم على صاحبته انها تركب قدام، وهي بتركب العربيه بيحاول يحميها علشان راسها ما تتخبطش. وفعلا ركب هو وهي العربيه ونسي مراته ولا اهتم بيها اساسا. لسه هيدور العربيه علشان يتحرك لان كل همه العربيه، ما كانش بيفكر في مراته اساسا. بيدور على مفاتيح العربيه ما لقاهاش. هنا افتكر مراته، قال لها فين المفاتيح؟ قالت له اخيرا افتكرتني، المفاتيح معايا اهي. وقامت مقفله عليهم العربيه كلها، شبابيك وابواب، وقالت له انت مش كنت عايز العربيه؟ خليك فيها، شوف مين بقى يخرجك. فهنا بتقول لكم ايه رايكم في رد الفعل اللي هي عملته؟ وراجل زي ده خاين وبجح، تتصرف معاه ازاي بعد كده؟ ولو انتوا مكانها هتعملوا ايه؟ وايه رأيكم في التصرف بتاعها ورد فعلها؟ منتظرة ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.